يقول الله تعالى استخدم الضمير هو اللي يشيرون به للمذكر، لأن الله ناظر علما للمجتمع اللي بعث به النبي. المجتمع اللي راح ينزل بالقرآن مجتمع الجزيرة العربية قبل 1400 سنة، مجتمع ذكوري وموغل بالذكورية، ومجتمع حاقد على الأنثى، بحيث بعض القبائل وصلت بها الحالة الطفلة إذا أجت أول ما تطلع من بطن أمها ياخذونها للقبر، وإذا الموؤودة. طبعا أنا ما أريد أقول لك كل عرب الجاهلية كانوا يذبحون بناتهم، لا هي عشيرتين ثلاث. والله هسه عندنا بعض العشائر لو بها مجال يسوونها، لأن مو يم الله أبد، محسوب على الإسلام خطأ، لأن ما عندنا مشروع، ما قاعد نتحرك على العشائر. أنا أقول لكم نصر عركة كبيرة وما تنحل ندز لهم واحد معمم. ليش؟ ليش مو المعممين أدخلهم انذار هاي العشيرة مشروعكم، أكلوا وشربوا ياهم، صادقوهم غيره. أنت تعتقد يعني رجل الدين يوم القيامة بس لابس عمامة المن لابسها؟ فعلا أنت المن لابسها؟ أكو نية لو ما أكو نية؟ والله لو كان لابسين العمامة من أجل الله حقيقة، إذا نسمع بواحد يشرب عرق كلنا نتحرك تجاهه، كلنا نهديه، هذا يسولف وياه وهذا صادقه. أبد، ما عندنا مشروع. فالمجتمع الجاهلي مجتمع ذكوري، كانوا يعتبرون الأنثى عار شنار، بحيث الأب إذا قال له لجتك بنية ظل وجهه مسودا يشعر بالخزي. فما معقولة بهيك مجتمع ذكوري الله يبعث لهم النبي، والله لما نريد يعرف نفسه يستخدم صيغة المؤنث، معناتها الأنثى أفضل. ذولا بعد إذا سمعوا الله يقول قل هي الله أحد بعد يجون الإسلام، فالعقلية هذه راح ينفرون. طبعا هذا الجواب أنا نقلته وما مقتنع به، وإلا الجواب ليش الله استخدم هو مو هي، هاي القضية مرتبطة باللغة العربية. باللغة العربية أكو مذكر وأكو مؤنث، ما أكو جنس محايد، أكو هي أكو هو. باللغة الإنجليزية أكو هي أكو شي أكو إت، هي للذكر، شي للأنثى، إت للجنس المحايد. إذا ما يعرفوا هسه أقول لك إخوانا الأكراد ما عندهم أنت ذكر أنت شو أقول لك؟ طبيعة اللغة. باللغة العربية أكو هو أكو شنو؟ هي تطلق على المؤنث فقط، هي تطلق على المؤنث فقط. لو أن الله تعالى قال هي راح يسبب لنا مشكلة عقائدية، بعد ما يصير ليس كمثله شيء. هي تطلق لمن؟ على الأنثى. وقال هي الله أحد، يعني شنو؟ أكو مثله لو ما أكو مثله؟ أكو مثله، لا. بينما هو ضمير يطلق على المذكر ويطلق على الجنس المحايد أو مجهول الجنس، وأحيانا أيضا يخاطبون به الأناث. أعطيك مثال، أنت قاعد بالبيت تاكل طعام ويا أختك وأخوك، أخابرك بالتليفون أقول لك من هو يتناول الطعام معك؟ قل لي أخي وأختي، صيغة صحيحة، من هو؟ مع أنه أكو أنثى وما أكو أنثى، بس إذا تاكل طعام أختك وأخوك وياك أقول لك من هي تأكل الطعام معك؟ عربيا ما يجوز ما دام أكو ذكر. لاحظ اللغة العربية إذا ما يعرفون الجنس يستخدمون له المذكر. أعطيك مثال، أنت قاعد بالبيت وندق الباب، ما تعرف من الطارق، شو تقول؟ مذكر ولا مؤنث؟ أنا قاعد بالبيت مرة أعرف على الباب ذكر أقول من الطارق، مرة أنت، مرة ما أعرف الباب مندق، شو تقول؟ من أنت؟ لو من أنت؟ من الطارق؟ طبيعة اللغة العربية هكذا، إذا كان الجنس مجهول يستخدمون لصيغة المذكر. الله إلا جنس لو ما له جنس، فبعد ماكو داعي نعقد المسألة. تركيبة العرب هكذا، عندهم مذكر وعندهم شنو؟ مؤنث. إذا كان الجنس مجهول يخاطبون بصيغة المذكر وليس بصيغة المؤنث.